ضعيفة المستوى سيئة الأداء والنتيجة. الزمالك بيتعادل مع دريمز الغاني في ذهاب دور نصف النهائي البطولة الكونفدرالية على أرضه استاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير ليصعب مهمته في لقاء العودة بغانا. مباراة جمعت كل ما هو سيء يخص كرة القدم قبل وأثناء المباراة، من حظ سيء ومن مجلس إدارة ومن إدارة فنية للجهاز الفني ومن لاعبين وتحكيم وسوء حظ داخل الملعب. قبل ما نتكلم في التفاصيل أرجو أعمل متابعة للقناة وتفعيل جرس التنبيهات. نتكلم بقى في التفاصيل اللي خلت منظر الفريق في الماتش دوت بالمنظر ده. أولا سوء حظ رهيب بغياب شبه فريق كامل ما بين إصابات زي الونش وعبد الشافي وأوباما وزيزو وفتوح وعمر جابر ورؤى. اه والله دلوقتي احنا بندور على رؤى يعني. انت فين يا سيد الناس؟ لا تمام، انت كده زي الفل. خد لك سنتين عسل يا معلم. تمام يا رؤى. وغير بقى عدم القيد الافريقي زي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر. حابب بقى اتكلم تاني حاجه على المجلس الاداره المتمثله في رئيس النادي كابتن حسين لبيب، اللي طلع قبل الماتش مصيري ب 24 ساعه في بطوله مهمه لنادي الزمالك الموسم دوت تفرق معاه كتير. طلع في لقاء تلفزيوني بيتكلم عن مشاكل الزمالك وقضايا الفيفا واحتمالية إيقاف قيد جديد. يا كابتن حسين، كل أندية مصر فيها مشاكل بما فيهم النادي المنافس بتاعنا. أنت داخل على ماتش مهم. طبعا الكلام أكيد وصل للعيبة في المعسكر، وأكيد عمل بلبلة. والمفروض يعني تقللوا الظهور الإعلامي بتاعكم ده. يعني احنا كنا بنعيب على مجالس قبل منكم على طول شغال بيظهر ويتكلم في مشاكل النادي. يا كابتن هدوا الامور شويه. انتوا مش جايين عشان تعروا نفسكم وتفضحوا الدنيا. آه، تاني حاجة نتكلم على مجلس الإدارة متمثلة في مسؤولين الكورة زي كابتن حسين أحمد سليمان وكابتن حسين السيد، وطبعا معاهم طاقم السكواد سكاوتنج اللي هم تم تعيينهم. هم مسؤولين عن المنظر والشكل بصراحة الكارثي اللي حصل في ماتش دريمز ده. انت عامل ميركاتو شتوي اللي فات، جبنا كمية لعيبة، حوالي 10 صفقات ما بين مركز 6 و8 و10، يعني احنا مغطين نص الملعب. وينج رايت اللي هو محمد عاطف ومهاب ياسر. لا جبنا بديل لفتوح لما اتصاب، ولا بديل عمر جابر لما اتصاب، ولا جبنا مهاجم يليق بنادي الزمالك. احنا عندنا 3 مهاجمين. ايه ده؟ مين دول؟ دول ثلاث اضواء المسرح اللي هم اهدافهم كلهم على بعض الثلاثه ما يجوش نص اهداف زيزو اللي هو الوينج بتاعي وصانع الالعاب. الجزيري طبعا انا عارف دلوقتي الجزيري كان بيطلع لنا لسانه في ماتش الاهلي هو بيقول لي انا انتوا، انا وراكم لحد ما اجيب لكم شلل. وسامسون طبعا اللي هو بينزل يلعب 10 دقايق ربع ساعه كل كام ماتش، يعمل لي كورتين ثلاثه، بعد كده يفصل شحن عقبال ما نشحنه تاني، يعدي 3 4 ماتشات تاني ونبدا نفتكره تاني سامسون في الملعب. فادي المهاجم التاني. والمهاجم التالت ناصر منسي اللي هو اسمه على مسمى، هو منسي. كان ممكن ان انا يا كابتن احمد يا كابتن حسين طقم السكاوتنج بتاعنا استغنى عن 3 4 لعيبه من الصفات اللي جبتهم في يناير ديت. زي مثلا مهاب ياسر اللي بيلعب كل فين وفين، زي كمال اللي ما بيلعبش، محمد عاطف اللي ما بيلعبش ما بيشاركش. تمام. كم دخل معاهم سيف جعفر، انا ما رجعوش تاني، استغنى عنهم مثلا في صفقات يناير. وابدا بقى اجيب بديل باكين، بديل فتوح شمال وبديل لعمر جابر يمين، واجيب مهاجم يليق بنادي الزمالك. مهاجم يقدر يستثمر او يستغل الفرص اللي بتيجي لنادي الزمالك. يعني تخيل ان فتوح يبقى بديله في الماتش ابراهيم انضاي اللي هو اصلا انا جايبه كوينج ومش نافع في مركزه كوينج، هينفع في باك الشمال. وعمر جابر بديل مصطفى الزناري اللي هو في الاصل مساك يعني، يعني اللي عنده فنيات ولا واجبات الباك اليمين خصوصا في الشق الهجومي يعني، لا بيعرف يعمل زيادات ولا بيعمل الاوفرات. اللي هم رميات التماس بصراحه، عليه رميات تماس، حتى اساله مصطفى شوبير. لا يبقى احنا خلاص احنا نعمل تكتيك جديد اسمه تكتيك رميات تماس مصطفى الزناري. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اخيرا بقى نتكلم او يعني نتكلم في ضمن الحاجات السيئه اللي حصلت في الماتش دوت الجهاز الفني. انت مبدئيا بيبقى اليوم قافل او الدي اوف زي ما بيقولوا،
بتيجي على الكل بقى الجهاز الفني نادي الزمالك. الزمالك بيبدأ بخطة 4-2-3-1. بيبدأ عواد حارس مرمى قدامه المسلوسي وحسام عبد المجيد اتنين مساكين. باك ليفت نضاي. باك رايت مصطفى زداني. قدامه مركز 6 دونجا. جنبه مركز 8 أحمد حمدي. قدامه مركز 10 متيابة. وينج رايت شيكابالا. وينج ليفت مصطفى شلبي. قدامه مهاجم صريح سيف الدين الجزيري. طبعا مفيش فنيات تذكر في الماتش دوت عشان الواحد يقدر يتكلم فيها. انما بصراحة في كمية جمل حنكشية الواحد يستمتع بيها. شوية حنكشة الواحد اتكيف يعني داخل دماغه يعني في الماتش دوت. خصوصا طبعا من القائد شيكا وكابتن سليم الأنصاري قصدي مصطفى شلبي. ومعاهم كابتن احمد حمدي. راجل يعني تحس ان هو تايه في الملعب. راجل مش قادر يأدي. مش لاقي اخواته ولاد رزق جنبه اللي هم بيدوله السند والحماية في الملعب. الراجل ده انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا شوية حنكشة الواحد ما شافهاش في حياته. حنكشة كروية يعني. الله اكبر عليكم يعني. احنا ضيعنا 45 دقيقة في الشوط الاولاني. الزمالك ما اداش فيها اي حاجة تذكر. انا عايز اعرف بس هو محمد شحاتة ده عامل ايه لجوميز؟ هو مثلا ضربه وشتمه وعليه فلوس الراجل دوت. الواد ده كل ما ينزل يتألق ويبدع في الماتشات ومحتاجه بينزله. بعد كده تحس ان هو بيقعدوا ده جنبه احتياطي تاني يعني مثلا أنا في الماتش ده الطبيعي ان انا العب بشحاتة جنب دونجا وحرر احمد حمدي في مركز 10 وبدل ما استنفذ احمد حمدي بقى في جناح في المركز الثمانية ان دفاعيا ينزل يستلم الكرة ويطلع هجوميا ومش عارف ايه. الراجل ده اصلا بيكمل معانا شوط بالعافيه احمد حمدي. انا بعد 10 دقايق دوت بدور يا ابني انت شفت احمد حمدي يا ابني في الملعب؟ يا ابني احمد حمدي جالك هنا انا عادي ما شفتش احمد حمدي في الملعب يا ابني. انا احمد حمدي ده بعد 10 دقايق ما بلاقيهوش. ما بالك بقى هو في مركز 10 بيقع مني في مركز 8 هيعمل ايه؟ ده 10 دقايق والحمد لله احمد حمدي بينادوا عليه في الميكروفون دلوقتي. محدش شاف احمد حمدي يعني مش عارف. واحطه متيابة كجناح يمين اللي هو اتألق فيه قدام الاهلي. واخلي واحد من شيكابالا ومصطفى شلبي خبرات معايا على الدكه. اه والله العظيم الاثنين دول خبرات. اه والله تصدقوا انا محتاجهم انزلهم. وبعدين فين محلل الاداء بقى اللي معايا في الجهاز الفني دوت اللي هو المفروض يبدا يتدخل بقى يتكلم عن الجهاز الفني. ان انا في خلال الشوط الاولاني انا بعد ربع ساعه ثلث ساعه التشكيله اللي نزلتها. الخطه اللي انا بلعب بيها في الشوط الاولاني مفيش اي حاجه منها اتنفذت. مفيش تكتيك مفيش اداء مفيش منظر. يعني ابدا بقى اتكلم عن الجهاز الفني ايه المشكله بعد ربع ساعه ثلث ساعه مش شايف الدنيا مش ماشيه. ابدا اعمل تغييراتي. ايه المشكله اعمل تغييرات بدري؟ فيها مشكله ايه؟ انت خايف ان يقولوا عليك ان انت مدير فني فاشل بدات بخطه فاشله؟ لا يا عم. انت تبقى كويس في عين الناس دي كلها لما انت تقول ان انا مثلا بدات حبيت اعمل حاجه ما اتنفذتش. ابدا بقى اعمل تغييرات وابدا اغير في شكل الفرقه وابدا اظبط الدنيا. بعدين احمد مجدي انت دورك ايه في الجهاز الفني يعني؟ انت المفروض يعني تبقى عارف تفاصيل الفرقه وعارف خبايا الفرقه يعني. واكيد المدير الفني دوت ما كانش عارف مثلا المسلوسي اصله باك يمين. يعني انت ممكن تكلمه وتعرفه. والراجل ده عنده انطلاقات وزيادات كويسة كويسة. كان ممكن نطلعه باك يمين على الأقل. هتلاقي واحد حافظ المكان ده كباك يمين وعنده أوفرات وعنده انطلاقات وراجل بيعرف يسدد كويس. ودخل مكانه مصطفى الزناري كمساك. خصوصا إن فرقة دريمز ده ملهاش أنياب هجومية خطيرة يعني. كله فين وفين قبل ما يعملوا هجمة يعني. ولما تيجي يا عم رميات تماس اطلع مصطفى الزناري يعمل التكتيك بتاع رميات تماس مصطفى الزناري يعني ما فيهاش مشكله يعني. طبعا الماتش ده باين قوي ان الزمالك ما عندوش دكه احتياطي خالص يعني تقدر تشيل الفرقه في غياب الاساسيين اللي احنا اتكلمنا عليهم. يعني حتى الفرص اللي جات للزمالك من كور عشوائيه سواء كرات ثابته وضرب قاعده جوه منطقه جزاء الدريمز او اجتهادات فرديه مثلا من ضاي بيرفع اوفرات وسبحان الله تروح للجزيري. يعني انا اللي هو برضه بيطلع لنا لسانه وحلف طلع لا يجلطنا ويقول لك والله ما انا حاططها. يعني انا يعني خد لك سيف وكمان سيف. وعلى وابا فين بقى سامسون اجوان واهداف وفرص خطيره وفرص محققه وكور في العارضه تكفي 20 بطوله قدام. عارف يعني التحكيم عايز مننا ايه. طبعا ماتش العوده ماتش صعب بس مش مستحيل. الفرقة دي أنا اتفرجت على شوية إحصائيات ليها على أرضها. فرقة عادية أنت بتعرف تجاريها. أي فرقة بتلعبها بالتصويب زي بعض. يعني تحس إن على أرضها فرقة عادية. هي فرقة عشوائية.
فانت الماتش هناك ماتش صعب بس مش مستحيل. فرقة عنيفة في تدخلاتها، نحاول نلعب الكرة السهلة. تمام. ألعب برجولة، أقاتل جوه الملعب، ألعب بتركيز، أستغل التفاصيل، نحط بقى تشكيل صح نبدأ بيه المباراة. الفرقة دي هتنزل هتدغدغ فيك. طبعا التحكيم هيبقى في صفهم، ده شيء مفروغ منه. احاول انا اخطف جون بدري. لو خطفت جون بدري ديت هتفك الفرقه، وهتلاقيهم بقى بدأوا يلعبوا بقى بعشوائيه وهيهاجموا. انت تستغل بقى ايه الهجمات. اعتقد ان احنا ممكن نستغل السرعات بتاعتنا قدام. وللاسف انا ممكن اقول لك ان انا مضطر العب بالجزيري وانا ضعيف استغلهم في سرعتهم. طبعا ان شاء الله زيزو وفتوح وعمر جابر يرجعوا يعملوا فارق مع الفرقه. واتمنى بقى ان احنا نخلي بالنا من التحكيم وما ننساقش ورا التحكيم وسلسلات التحكيم ولاعيبه دريمز، لان هيبقى فيه تلاكيك كتيره في الماتش دوت. جمهور الزمالك في ظهركم ومساندكم، وده بان بعد ماتش الذهاب رغم سوء الاداء. رغم ان اسندوكوا وطلبوا منكم ان انتوا ترجعوا لنا بالصعود من هناك من غانا. خليكم رجاله قد المسؤوليه، وقاتلوا لحد صفارة النهايه. احنا عملناها كتير مع فرق وجبنا صعود من بره زي الفتح الرباطي المغربي وسان جورج مرتين. تمام. كلنا ثقة فيكم إن شاء الله، والتوفيق من عند ربنا. وإن شاء الله هترجعوا صاعدين من هناك بإذن الله عز وجل.